اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا ربي. أهلا وسهلا بكم قناتي قناة مطبخ أم علي الربيعي. وصفتنا لليوم طريقة عمل الزردة بطريقة سهلة وسريعة والطعم كلش طيب. ونبدي بالمكونات وطريقة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كوب تمن، أنا أستخدم تمن الحصة، ممكن تستخدمون تمن عنبر. كوب شكر، ملعقة ونص كبيرة نشا محلبي، ربع كوب ماء الورد أو ماء الزهر، ربع كوب زيت، دارسين للتزيين، ربع قالب زبدة 50 غرام، ملعقة كبيرة فانيلا، ملعقة صغيرة صبغ زردة، نص ملعقة كبيرة هيل مطحون. التمن غسلته ونقعته ليلة كاملة أو على الأقل تنقعوه 4 ساعات وأكسره بهذا الشكل بإيدي. لا تستخدمون لا خلاط ولا محضرة طعام. أخلي التمن بجدر واسع وأضيف عليه 12 كوب ماء وأخليه على نار متوسطة إلى أن يستوي ساعة أو أقل، وأحركه بين فترة وأخرى. وبعد ما استوى عندي التمن أضيف عليه باقي المكونات. أضيف عليه الشكر وأحركه. طبعا الشكر أنا ضفت كوب كلش كافي، وإذا تحبوها حلوة ضيفوا بعد شوية حسب رغبتكم. عندي نشا محلبي أضيف عليه شوية ماء وأحركه حتى يذوب، وأضيف عليه صبغ زردة والهيل. طبعا إذا تشوفون صبغ الزردة قليل، إذا يكون لونها فاتح ضيفوا بعد صبغ إن شاء الله. ومثل ما عودتكم أكتب جميع المكونات بصندوق الوصف. وأضيف نشا المحلبي مع باقي المكونات وأحركه على السريع حتى ما يتكتل. أنا استخدمت كوب شوية كبير، إذا تستخدمون كوب أصغر قللوا كمية النشا حتى ما تجمد عندكم من تبرد. وأضيف ماء الورد والفانيلا. وآخر شي أضيف الزيت هو وحار، وإذا ما متوفرة عندكم الزبدة ضيفوا أكثر من ربع كوب زيت، بس بالزبدة تطلع أطيب. أحركها وأخليها على نار هادئة تقريبا نص ساعة إلى أن تتطبخ وتتماسك. وهذا قوامها صارت جاهزة. انتو يمكن تشوفوها خفيفة، بس هو هذا القوام المطلوب لأن من تبرد تتماسك أكثر. ومباشرة هي وحارة أصبها. صح كوب تمن، بس ما شاء الله تطلع كمية هواي. ومن أصبها أتركها شوية تبرد وأزينها، لأن إذا هي وحارة الدارسين يترطب، والتزيين اختياري إذا ما تحبون الدارسين. جربوها وادعولي بالصحة والعافية. طبعا الطعم فشي يجنن. وعلينا وعليكم بألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك وتشتركون بالقناة. مع ألف سلامة.